السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض تدريبات على الدرس الأول علوم الصف الرابع الابتدائي الترم الأول. طبعا يا سنة رابعة احنا خلصنا الدرس الأول بالأنشطة اللي فيه. هسيب لكم لينك الفيديوهات الشرح في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو علشان اللي ما ذاكرش يذاكر قبل ما يحل تدريبات على الدرس الأول. ما ينفعش نحل غير واحنا مذاكرين كويس. ويا ريت كل أولياء الأمور اللي بيتابعوني يسجلوا الأسئلة دي ويسيبوا الطالب يحلها، لان لازم يكون فيه اهتمام. حتى لو الطالب بياخد الدرس لازم يكون فيه اهتمام ورقابه في البيت، علشان الاهتمام والرقابه في البيت بالمستوى ده ما بيخليش الطالب يهمل وبيخلي الطالب ان هو يخاف ان هو ما يذاكرش. تمام؟ فيا ريت نكتب الاسئله دي ونسجلها في ورق فلوسكاب او اي كشكول عندنا والطالب هو اللي يحلها. تمام؟ السؤال الاول يا سنه رابعه، اختر واحد يختلف سمك فراء الحيوانات، يعني سمك الفراء بتاع الحيوانات لو كان كثيف يعني كتير أو خفيف على حسب سرعة الرياح وحرارة البيئة. هيكون على حسب حرارة البيئة، عشان لو هو الحيوان ده زي الدب القطبي مثلا بيعيش في منطقة قطبية باردة، فربنا عز وجل عشان يخليه يتكيف مع البيئة هيحط له فراء سميكة علشان يدفيه. طيب مثلا لو هو بيعيش في منطقة درجة الحرارة فيها مرتفعة، حيوان بيعيش في منطقة درجة الحرارة فيها مرتفعة، ساعتها السنة الرابعة هيكون الوبر أو الفرو بيكون خفيف مش تقيل. خلاص؟ يبقى الفراء بتاع الحيوان بيختلف على حسب حرارة البيئة. 2. يوجد تحت جلد البطريق طبقة سميكة من الدهون ولا البروتينات؟ الدهون علشان تدفيه. 3. يغطي جسم الثعلب القطبي نقط كثيفة. الثعلب القطبي هيغطي جسمه ثعلب قطبي يعني زي الدب القطبي كده، هيغطي جسمه فراء كثيفة ولا وبر؟ أكيد فراء كثيفة، يمثل زي الدب القطبي كانت الفراء بتاعته كثيفة للدفء. تبحث سحالي الصحراء عن أماكن نقط أثناء الظهيرة، الظل ولا الشمس؟ تبحث عن أماكن الظل. يغطي جسم نقط ريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون. مين اللي فيه ريش كثيف وطبقة سميكة من الدهون؟ الدب القطبي ولا البطريق؟ البطريق. أي الطرق التالية تساعد الحيوانات على التغلب على انخفاض درجة الحرارة؟ انخفاض درجة الحرارة خدناها السنة الرابعة في الشرح. انخفاض درجة الحرارة يعني المناخ بارد، يعني في جليد. طيب بيقول لك ايه الطرق؟ في طريقتين هو جايبهم لك وبيقول لك مين فيهم هتساعد الحيوان ان هو يتغلب على البرد اللي هو انخفاض درجة الحرارة، القشور ولا الفراء السميكة؟ الفراء السميكة علشان هتدفي. أكمل باستخدام العبارات الآتية: فراء بيضاء، صحراء، فراء داكنة، التخفي، الحراشيف الملونة. تساعد الفراء البنية الحيوانات على التخفي فيه. فراء بنية يعني تشبه رمال الصحراء، يبقى الحيوان هيستخبى فيه أكيد هيستخبى في الصحراء، ما فراء بنية يبقى هتساعده على التخفي في الصحراء. 2. تساعد نقط السحالي على التخفي بين الصخور. الحراشيف الملونة هتخلي سحال الصحراء تقدر تستخبى بين الصخور، يبقى تساعد الحراشيف الملونة. رقم 3 يا سنة رابعة، تساعد نقط الحيوانات التي تعيش في القطبين على التخفي بين الثلوج. تعالوا نشوف كده. بتساعد الفراء البيضاء علشان الفراء البيضاء بيكون لونها لون الثلج، ابيض وابيض، هو بيقول لك تخفي، يبقى تساعد الفراء البيضاء. رقم 4. تساعد نقط الحيوانات التي تعيش في الغابات المظلمة على التخفي. ازاي الحيوان يقدر يستخبى بين الغابات؟ تمام؟ اكيد الفراء بتكون داكنة زي الدب البني او الاسود، يبقى تساعد الفراء الداكنة. الحيوانات التي تعيش في الغابات على التخفي. يمتلك ثعلب الفينيك فراء بنية تساعده على نقط في الصحراء. تساعده الفراء البنية على التخفي في رمال الصحراء. بعد كده يا سنة رابعة بيقول لك ضع علامة صح أو خطأ. الدم الذي يتدفق في جسم البطريق كله بارد.
طبعا الكلام ده غلط. 2. أقدام البطريق أو قدم البطريق لا تتجمد بسبب طبقة عازلة من الدهون فيها، يعني رجل البطريق فيها طبقة عازلة من الدهون، طبعا الكلام ده غلط. 3. يساعد التخفي الحيوانات على صيد الفريسة، الكلام ده مظبوط وصح، إن التخفي بيساعد على صيد الفرائس. طيب 4. تساعد الفراء الكثيفة الحيوانات على التغلب على ارتفاع درجة الحرارة في الصحراء، طبعا الكلام ده غلط، لأن الفراء الكثيفة يبقى انخفاض درجة الحرارة في القطبين مش في الصحراء. استخرج الكلمة المختلفة. الوشق المصري اللي هو ثعلب الفلك، الدب القطبي، ثعلب الفلك، سحال الصحراء. طيب ما هو الوشق المصري هو ثعلب الفلك هو القط البري، وسحال الصحراء كل دول بيعيشوا في الصحراء، ده في الصحراء وده في الصحراء وده في الصحراء. الدب القطبي هو اللي بيعيش في القطب الشمالي، يعني منطقة باردة، لكن دي منطقة حرة حرة حرة. طب 2. البطريق، الثعلب القطبي، الثعبان، الدب القطبي. الثعبان لأن الدب القطبي منطقة قطبية، الثعلب القطبي منطقة قطبية يعني باردة، والبطريق في القارة القطبية الجنوبية. علل. يمتلك الدب القطبي فراء بيضاء كثيفة. هنكتب له هنا كده يا سنة رابعة بيضاء للتخفي بين الثلوج، وكثيفة للدفء. ممكن حد يكمل برضو اللي هي البيضاء اللي هو التخفي بين الثلوج، ممكن نكتب هنا كده للاختباء من الأعداء والهجوم على الفريسة أو صيد الفرائس. طبعا ونكتب للتكيف مع البيئة والبقاء على قيد الحياة. ما المقصود بكل من التخفي والتكيف؟ التخفي هنقول له اللي هو نوع من أنواع التكيف، نوع من أنواع التكيف. يساعد الحيوانات على الاختباء من العدو اللي هو الحيوان المفترس، والهجوم على الفريسة، والهجوم على الفريسة أو الانقضاض على الفريسة. تمام؟ التكيف خدنا فيه منه تعريفين يا سنة رابعة. خدنا إن التكيف هو عبارة عن سمة مميزة للكائن الحي تساعده على البقاء على قيد الحياة. وخدنا إن هي خصائص تساعد الكائنات الحية على البقاء والتكاثر داخل النظام البيئي الذي تعيش فيه، داخل النظام البيئي الذي